السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني، انا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا اني معاكم، وان شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وتعالوا نشوف الفطار اللي عملته النهاردة عملته ازاي. ونقول بسم الله وندخل في الفيديو على طول. النهارده بقى قلت اجدد لهم في الفطار واحط لهم بقى يعني الفينو هعمله في البيت، واحط كمان فيه البطاطس والجبنه والكاتشب بتاعهم كله في ساندوتش واحد، هياكلوه مره واحده كده، وتغيير للفطار عشان يحبوا يعني الفطار، يعني بدل الروتين كل يوم فطار فطار كده، فقلت اغير لهم. في الكوبايه دي حطيت فيها شويه ميه، وحطيت فيها معلقه كبيره خميره اللي هي البيره، وحطيت فيها معلقه سكر كبيره، وحطيت 3 معالق دقيق، وهقلبهم كويس قوي قوي لحد ما كله يدوب مع بعضه، واسيبهم يخمروا على جنب شويه. لازم اقلبهم كويس قوي كده. بقى بعد ما ريحتها شويه، لقيت الخميره طبعا اشتغلت. حطيت فيها كوبايه زبادي، في نفس الكوبايه حطيت فيها كوبايه زبادي، واحط فيها بيضايه. هقلبهم كويس قوي. هي تقريبا اللي انا مش هعمل كتير يعني انا عامله حاجه للفطار بس يعني. فهي ما احتاجتش سوائل تاني غير الحبه دول، غير يعني بقين لبن كده بسيط يعني. حطيت كوبايتين ونص دقيق، ورشه ملح بسيطه. انا بحب اعجن بصراحه على الرخامه او على صينيه كبيره، فانا هقلب بس الحاجه هنا وبعد كده هعجن على الرخامه عادي. بعد كده حطيت بقى عليها السوائل اللي انا عملتها، اللي احنا قلنا فيها ايه. فيها الميه، عليها الخميره، عليها السكر، عليها معلقتين دقيق خمرتهم الاول، وبعد كده حطيت عليهم كوبايه زبادي، وحطيت عليهم البضايه. ودلوقتي هحط عليهم شويه زيت. هقلبهم بس كده واحط عليهم شويه زيت، وبعد كده يعني هنقل بقى على الرخامه وهعمل على الرخامه. حطيت قيمه معلقتين كبار زيت كده. بص هقلب بس، يعني هخلي دي بس يشرب الحاجه كده يلمها، وبعد كده هنزل كله على الرخام. هقعد بقى اعجنها كويس قوي قوي. لازم العجينه تتخدم بشكل مش طبيعي، حتى لو هي كميه صغيره لازم برضو اعجنها جامد. انا حرفيا قعدت اعجنها 10 دقايق. بصوا حطيت لها بقين لبن بس كده، حاجه خفيفه بس كده، يعني حلاوه تروح للعجينه بس مش اكتر يعني، بس هي ما كانتش بصراحه محتاجه قوي يعني. هفضل بقى اعجنها والله 10 دقايق، انا فعلا عجنتها 10 دقايق بالساعه. هتشوفوا دلوقتي هي دي مرحلتها الاولى كده، هتشوفوا في الاخر بقى تبقى عامله ازاي. انا طبعا سرعت الفيديو. حطيت شويه دقيق صغيرين. الدقيق اللي انا حطيته ده كده بس عشان خاطر ايه، خليها يعني تبقى ناعمه اكتر يعني في ايديا. بصوا بقت عامله ازاي. طبعا انتوا شايفين الفيديو متسرع، فبتتغير شكلها من مره للتانية. كده بعد ما خلصت خالص لميتها بقى هعملها كوره. حط حبه زيت في الطبق ده اللي هسيبها تتخمر فيه اول مره. هغطيه بالاسترتش راب، وبعد كده الم الرخامه وهنشوف هنعمل ايه تاني. طبعا ده فطارهم الصبح، بصراحه قلت اما افطرهم كده تغيير يعني. هم لما صحوا بصراحة ولقوا الحاجات دي اتبسطوا قوي وكلوها، يعني اتبسطوا قوي ان الساندوتش كده فيه كل حاجة مع بعض. لاني لما بعمل لهم البطاطس لوحدها بياكلوها لوحدها ويسيبوا لي العيش. هنا بقى قلت هعمل سلطة فواكه طبعا للغدا. حطيت تفاح مقطع كمثرى، طبعا الفواكه المتوفرة عندي في البيت. كمثرى. ده تين لقيته مش مفتح قوي يعني، مش طري خالص، فرحت مقطعه وحطاه. مانجا قطعتها برضو مكعبات. ودي عصير مانجا والله بامانه ما حطيت له معلقه سكر واحده بس، لان الفاكهه ما شاء الله كانت مسكره. يعني ما كنتش عايزه بصراحه سكرها يروح يعني. حطيت بقى هنا شويه ميه، هقلبهم كويس قوي. هقلبهم كويس قوي، بس هحط لها شويه ميه دلوقتي تاني، لان حسيت ان هي محتاجه شويه ميه، شويه ميه صغيرين قوي في نفس الكوبايه اللي كان فيها العصير يعني. كده انا حطيت لها ميه صغير قوي وقلبتهم كويس مع بعض. بس يا تمر هلفها بقى بالاستريتش راب، وهدخلها التلاجة بقى الفاكهة تاكل من العصير، والعصير كده يتقل كده مع الفاكهة. كده بقى العجينة بعد ما خمرت، طبعا انا عملت الكوكتيل اللي عبال ما هي خمرت.
هبطها شويه كده وبعد كده هقطعها كور. طبعا دول هيطلعوا لي 8 سندوتشات بس. هعملهم بصوا كده، يعني هكورهم حلو كده، واحاول كده وانا بكور ان انا اوسطن الاحجام كلها تبقى مقاس بعضها. طبعا العجينه بصراحه كان جميله جدا، يعني حلوه قوي. حاول اوسطن بس كده الكور تبقى شكل بعضها، يعني قد بعضها في الحجم يعني. العجينه ناعمه واخده ريحتها، والجو حر على فكره، يعني هو فورها على طول. يعني عايزه اقول لكم ان هي خمرت مسافه مقطعه الفاكهه دي بس، وهتخمر المره اللي انا مشكلاها فيها دي، هتخلص بسرعه جدا عشان الجو حر قوي والمطبخ عندي سخن جدا، مع اني مشغله في المروحه بس سخنه قوي. هما بصوا زي ما قلت لكم كده قطعوا معايا 8 سندوتشات، والعجينه تحفه تجنن. هغطيها بقى دلوقتي عشان بس انا مشغله المروحه دلوقتي في المطبخ، فخايفه ان هما يعملوا قشره من على الوش كده يعني ينشفوا كده، وهشتغل فيهم على طول. هنا بقى انا كنت قليت بطاطس، هعملها بقى كده، هسويها يعني هبططها كده شويه بايدي. وبعد كده بقى احط فيها جبنه رومي. ده جبنه رومي دي عندي هما ما بيرضوش ياكلوها بصراحه خالص عندي، يعني ابني ما بيرضاش ياكلها نهائي، فبتنشف عندي خالص، فبروح عامله لهم بقى كده، يعني بدخلها في اكل. حطيت بقى طبعا بطاطس مقليه وحط لها بهاراتها والتوابل بتاعتها، وحطيت عليها الكاتشب بتاعها، وهقفل بقى الساندوتش كده. طبعا ايه، انا لازم اتك عليه، انا ما اتكتش عليه، لازم اكون عنيفه شويه معاه وانا بتك، لانه فتح مني في الاخر. بس ما يضرش يعني، ما اثرش، بس انا لازم اتك عليه. بلاش الحنيه دي معايا، يعني كان لازم اتك عليه عشان يتقفل. وحطيت عليه في الاخر بقى زيتونيه بس كده. هما كان كام شريحه في المخلل عندي كده، فقلت اما احطها. هما كانوا 4 تقريبا بس. زي ما انتم شايفين كده يعني ببططه كده، خليه سمكه مش عالي قوي، واحط فيه بقى الجبنه لو كان فيه بقى اي حاجه تانية، فلفل مثلا احط، جبنه موتزاريلا كمان احط، انا ما كانش عندي. هما دول كانوا متوفرين عندي في التلاجة، فانا حطيت، يعني مش لازم اكلف، يعني انا بعمل فطار بسيط ليهم يعني. بس هي عجبتهم قوي بصراحه. هما ابراهيم يقول لي يعني ازاي يا ماما حطيتي البطاطس فيه. كان مبسوط منها قوي. اهو حط بقى الجبنه والبطاطس. طبعا لو في شاورمة فراخ، ما يعني بتبقى تحفة بصراحة. ماما كانت بتعملها لنا بنفس الطريقة دي وبنفس شكل السندوتشات دي، كانت بتبقى بشاورما، كانت بتبقى جميلة جدا. تسلم ايديها، كانت بتطلعها حلوة قوي، ربنا يديها الصحة يا رب وطولة العمر هي وبابا. مهم. طبعا دي اخر واحدة اعملها هنا، وبعد كده هكمل الباقي لوحدي بقى، عشان ايه الفيديو، يعني وقت الفيديو. طبعا المخبوزات دي حلوة في الصيف ان هي بتخمر بسرعة، لكن في الشتاء بتبقى حلوة قوي، ريحة الدفا، وريحة الدفا كده يعني تخلي المطبخ سخن كده عشان السقعة تبقى حلوة قوي. كده بقى اللي هم، او خلصت اول 4 وهكمل 4 انا لوحدي. كده بعد ما خلصوا بقى هسيبهم يخمروا، يعني مش هياخدوا، والله ما خدوا 10 دقايق كده. بعد ما خمروا هدهن وشهم بس شوية لبن بسيط كده، يعني مش محطوط له اي حاجة خالص، هياخدوا لون بس كده، واصلا يعني مش محتاجة. كده الفرن كمان كان متسخن على درجة حرارة 200، دخلتهم عليه بقى. بصوا بعد ما خرجت كده بقى، شوفوا متحمرة من تحت عاملة ازاي، وكانت طرية جدا 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 وهشة بشكل مش طبيعي. دي بقى فتحت كده اغصى عليها. مش مشكلة، ما أثرتش في الطعم كتير. كده بعد ما خرجت بقى، شفتوا بتعمل بعد ما فتحتها بقى، شفتوا سايحة عاملة ازاي. كانت طعمها خطير. ايه يا روحي، حاضر.
شوفوا شكلها عامل ازاي. ودي الكوكتيل كان طعمه خطير، بس كان عايز يقعد شويه كمان مع العصير. وبكده يكون خلص الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك، تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني كل جديد. وباي باي.